الفيلم تيبدا في امريكا. واحد الولد سميتو مايك خدام بارمان في الحفلات، هو اللي مكلف بالمشروبات للضيوف. ملي كان كيتسرح جا عنده الباترون ديالو وقال ليه باللي تعطل والناس كتسنى. وملي دخل الحفله تيبان انها منظمه في واحد الفيلا كبيره، ومولاتها اللي هي اللي منظمه الحفله سميتها ماكسندرا. هي واحد المراه عندها بزاف ديال الفلوس، وراجلها حتى هو ملياردير سميتو روجر. هو من عائله كبيره وغنيه وتيخدم في الصحافه وعنده اكبر مسرح في لندن. وماكسندرا هي اللي كتسيرو، ما عندها ما يدار في حياتها غير تصرف الفلوس ديال راجلها. وفي هذا الوقت هي وروجر مخاصمين وغاديين يطلقوا حيت لقاتو تيخونها مع الكاتبه ديالو. وملي اكتشفت هذا الشيء ما بقاتش قادره تعيش معاه، وجات لامريكا باش دير هذه الحفله وتبعد على روجر. ملي مشات للبار تشرب شي حاجه غادي تلاقى مايك لاول مره، وحتى هو ما عارفش باللي هي مولات الحفله. بغى يهضر معها ولكن هي معصبه بالموضوع ديال الطلاق ديالها، واسلوبها في الهضره بايخ بزاف. وخدات كاسه ودخلت للحفله. ملي هي مشات جات بنت اخرى سميتها كيم للبار. هاد البنت كانت تعرف مايك شحال هذا فاش كان راقص محترف في واحد الديسكوتيك، والعروض ديالو كانت كتدخل فلوس بزاف، وكاع البنات كانوا تيبغيو يشطحوا معاه حيت الرقص ديالو سحري، والمراه اللي شطحات معاه كترجع فيها الروح ديال الشباب من جديد. ولكن هو حبس هادشي اكثر من عام وقرر يولي بارمان. وكيم قالت ليه باللي حتى هي حياتها تبدلات وولات محاميه في شركه كبيره. غير هي ملي كانوا تيهضروا ما قالتش الصراحه قدام صاحبها، كذبات وقالت ليه مايك كان ضابط شرطه تعرفوا ملي شدها شي مره حيت كانت باسله في المراهقه ديالها وكطير من المقله. ومايك مشى معاه في الكذبه باش صاحبها ما يتقلقش وما يعرفش باللي كانت عندها علاقه معاه، وكان تيرقص ليها. من بعد مشات كيم وقالت ليه باللي غادي يتلاقاو مره اخرى. وفي العشيه ملي سالات الحفله الباترون ديال مايك صونا عليه وقال ليه يدخل عند ماكسندرا بغات تشوفو. هو تعجب وما فهمش علاش، وسولو ياك ما دار شي غلط ولا قصر في الخدمه ديالو وبغات تشوفو باش توبخو. ملي دخل عندها وشافها اعتذرات منه حيت اسلوبها معاه ملي عطاها الكاس ما كانش مزيان، وقالت ليه بغات يرقص ليها حيت كيم عاودت ليها عليه وحكات ليها كيفاش الرقص ديالو سحري، واللي رقصات معاه كترجع شابه من جديد وكيتبدل ليها المورال. وهذا الشيء علاش مسمينو مايك السحري، وبالمقابل تعطيه الفلوس اللي بغا. هو قال ليها باللي حبس الرقص هادي شحال ما بغاش يرجع لديك الطريق، ولكن في نفس الوقت تفكر باللي عنده كريديات ومحتاج الفلوس بزاف في هاد الظروف، خصوصا ان خدمته في البار يلاه كياكل منها ويخلص منها المصاريف ديالو. وما كانش قدامه غير يوافق بشرط تعطيه 60,000 دولار، ولكن هي رفضات واقترحت عليه 6,000 دولار. وهو فرح حيت واخا هكاك المبلغ كبير بالنسبه ليه بالمقارنه مع الخلاص ديالو في هاد الخدمه. وقال ليها باللي هذه اخر مره غادي يرقص فيها باش ما تفكرش انها غادي تشريه بفلوسها، وفين ما بغاتو تعيط ليه. ماكسندرا وافقات وقالت ليه الا بدل ليها المورال غادي تهلا فيه. مايك بدا تيرتب الكراسه وكيصايب البلاصه فين يرقص براحته، وخلى ماكسندرا تجلس في كرسي في الوسط وبدا كيرقص ليها. ملي سالا كانت فرحانه وعجبها الحال وقدر يبدل ليها الجو، وقررت تهلا فيه وعرضات عليه خدمه معها لمده شهر واحد وغادي تعطيه 60,000 دولار. ومايك وافق مباشره بلا ما يعرف شنو نوع الخدمه اللي مطلوبه منه. الغد ليه سافر معها لندن باش يبدا خدمته تما، وفي الطريق عاودت ليه على راسها وعلى حياتها وكيفاش عاشت مع روجر واستحملته على قبل بنتهم زيدي. وقالت لي باللي هما تبناوها من دار الايتام اللي كانت صغيره حيت ماكسندرا ما كتولدش، ومن نهار تبناوها تعلقات بها بزاف. وقالت باللي روجر عنده عائله كبيره وكيتحكموا في الصحافه في الانجليز بسبب الثروه ديالو الكبيره، وملي غادي يطلقوا غادي تاخذ المسرح ديالو اللي في لندن وغادي تزاد الثروه ديالها بزاف، وما غاديش تبقى محتاجه الفلوس ديال روجر. ونصحاتو ما يتعجبش بها حيت هي ماشي في المستوى ديالو وما غاديش ترتبط به. غادي يوصلوا لندن ومشاو للدار ديالها، وخلات مايك يبقى في الدار معها حتى يسالي الشهر ديال الخدمه ديالو. وفي الدار تلاقى مع فيكتور اللي هو المساعد ديال ماكسندرا وتعامل معاه مزيان وارتاح ليه. وملي سولو على طبيعه الخدمه اللي يجي على قبلها رد عليه فيكتور باللي ماكسندرا مخليه ليه مفاجاه وهي موصيهم حتى واحد ما يقول ليه شي حاجه. من بعد مايك بدل حوايجو ومشى مع ماكسندرا تشري ليه حوايج جداد وغاليين، ومازال مايك ما عارفش علاش كدير كاع هادشي. ملي سالاو مشاو للمسرح ديال روجر، كانوا الممثلين تيتدربوا على واحد المسرحيه سميتها ايزابيل. وقالت ليه ماكسندرا قررت توقف هاد المسرحيه حيت غادي تطلق من روجر والمسرح غادي يرجع ليها بوحدها. وطردات المخرج اللي ما بقاتش محتاجه ليه، والممثلين ما عجبهمش الحال وقدموا الاستقاله ديالهم. وماكسندرا ما تسوقاتش ليهم وقالت بلي مايك هو المخرج الجديد وهي ناويه تبدل المسرحيه بعرض ديال الرقص، ومايك هو اللي مسؤول عليه. وهو براسو تصدم من هاد الهضره اللي قالت وما صدقش هاد المفاجاه اللي دارت ليه. تيسحاب ليه هي غير كتفلح حيت قال ليها باللي اعتزل للرقص وما ناويش يرجع ليه. وباش ما يحرجش راسو اضطر يتعرف على الممثلين وقدم لهم راسو على اساس راقص محترف. موراها خرج مع ماكسندرا يتغداو وقال ليها باللي ما عجبوش الحال بهذا الشيء اللي دارت، وبالطرد ديالها للمخرج وكاع الممثلين اللي قدموا الاستقاله ديالهم ما غاديش يبقى اللي غادي يخدم معاه. وهي ردات عليه باللي ضربها الحساب لكل شيء وما يشغلش راسو بحتى حاجه، وحتى من الخلصه ديال الممثلين غادي تبقى هي بلا ما يخدموا. وهما كيهضروا كتبان لينا زيري بنتها
وتعرفت على مايك، وماكسندرا قالت ليها باللي هو المخرج الجديد ديال العرض. وزيري بدات كتعاملو باسلوب الاحتقار وطلبات من ماماها تبدلو حيت غارت عليها منه وخلاتهم ومشات، وتبعتها ماكسندرا وخلاو مايك بوحدو. في الليل شافت مايك كيهضر مع صحابو اللي كيسالوه الفلوس ووعدهم يرد ليهم في اقرب وقت. ماكسندرا قطعت المكالمه وورات ليه واحد الراقص ايطالي وقالت ليه باللي تواصلات معاه وغادي يجي يدير اختبار الاداء في المسرح، ووراتو شي وحدين اخرين باش يختار المناسب فيهم. من بعد طلعت الناس، وفي النهار الاخر مشاو كيدوروا في الشوارع ديال لندن باش يجمعوا المواهب ديال الرقص ويديروا ليهم تجارب الاداء، واللي عجبهم يلتحق بالفريق ديال الرقص. وتيبان لينا ماكسندرا ومايك تيتفرجوا في الاداء ديال الراقصين، ومورا شي ايامات قدر مايك يختار الفريق اللي غادي يخدم معاه وجمعهم في المسرح باش يبداو التمارين ديالهم، وبدا تيشرح لهم على الحركات اللي غادي تكون في العرض. وفين ما كان شي تدريب الا كان مايك وماكسندرا حاضرين فيه، وبدا الاعجاب تيبان بيناتهم. مايك ما عجبوش الحال فاش كانت هي كتشطح مع واحد من الفريق، وحتى هي ما عجباش الحال ملي كانت تيرقص مع البطله وكانت غادي تجري عليها كون ما محتاجين ليها في العرض ديالهم. الغد ليه مايك لبس واحد الكوستيم انيق حيت غادي هو ماكسندرا لواحد الحفله اللي وصلوا جلس مع الاصدقاء ديالها، وطول الوقت كيشوف فيها وحاضيها وهي تتعاود ليهم عليه وكيفاش عرفاتو اول مره، وكتقول لهم باللي هي غادي تطلق من روجر وغادي تاخذ منه المسرح. وملي سالات هضرتها وناضت للحمام، الاصدقاء ديالها قالوا لمايك باللي هي عمرها غادي تحلم بداك المسرح حيت روجر ما غاديش يتنازل ليها بسهوله وغادي يحيد ليها كلشي قبل ما يطلقها. وملي رجعت طلبات الايد منهم باش تمشي في حالها هي ومايك، وما في الطريق حاولت تقرب منه ولكن مايك حشم من فيكتور وبعدها منه، ما عجباش الحال. وملي دخلوا للدار طلعت الناس. الغد ليه مشاو للمسرح يكملوا التدريب ديالهم، وتيبان ان الفرقه بدات كتنسجم وغاديين وكيتحسنوا وحفظوا جميع الحركات اللي غادي يرقصوا بهم. وهما كيتمرنوا وقفهم المندوب ديال البلديه وقال ماكسندرا روجر رفع عليها قضيه حيت بدلات في المسرح وخاصها توقف كلشي حتى تقنعو يتنازل على القضيه، فغادي تمشي هي ومايك باش يفكروا شي حل لهذا المشكل. ماكسندرا قالت باللي روجر قادر يرشي البلديه كامله باش يوقفوا ليها العرض، وحتى هي غادي تتصرف بحالو وترشيهم باش تكمل. وبداو تيراقبوا واحد الموظفه سميتها مادين خدامه في البلديه، هي اللي تقدر تعاونهم ولكن عرفوا باللي هي صعيبه وصارمه وما غاديش تقبل الرشوه، ولكن هما مضطرين يقنعوها باي طريقه تعاونهم. غادي يبقاو مراقبينها ويجمعوا اكبر قدر من المعلومات عليها ملي هي صغيره حتى كبرات باش يعرفوا شنو كتبغي. وفعلا قدروا يوصلوا لانها كانت كتبغي الرقص ملي كانت صغيره ويمكن تساعدهم. مايك جاتو واحد الفكره باللي كاع الفرقه يركبوا في طوبيس واحد ويتسناوها قدام دارها، ملي تركب يقدموا ليها شي عرض باش تقتنع بهم. وفعلا هادشي اللي داروا، ومادينا فرحات بزاف وقدروا يقنعوها تخلي المسرح خدام. ورجع مايك والفرقه ديالو يكملوا التمارين وما بقى لهم والو باش يكملوا الرقصه غير شي اضافات خفيفه. من بعد احتاجت مادينا من جديد وخبراته باللي هي مضطره توقف لهم العرض حيت روجر اتصل بشي عضو برلماني وغادي يضغط عليها باش تسد المسرح. ماكسندرا تعصبات بزاف ومشات لروجر للشركه ديالو وطلبات منه يبعد عليها ويخليها تعيش حياتها، ولكن هو رفض وقال ليها بلي غادي ياخذ منها كل ما تملك. والمحكمه صدرات القرار باش يدير هادشي وهي ما بقى عندها حتى درهم، والمسرح رجع ليه. وزاد قال ليها باللي مايك تيستغلها على قبل الفلوس. هي تصدمات وخرجت من الشركه وهي معصبه. وفي الطريق قال ليها فيكتور باللي روجر عنده الحق حتى هو كيشوف ان مايك تيستغل فيها على قبل الفلوس. ملي وصلت للمسرح قالت ليه غادي توقف العرض وهي بغاتو يبعد منها وما تشوفش وجهه مره اخرى، وهو رد عليها باللي هذا كان الحلم ديالو وما غاديش يتخلى عليه، ومشى في حاله ورجع باش يكمل التدريبات مع الفريق ديالو في السر باش ما يدخلوش للحبس. وقدر يوري لهم كاع الحركات اللي غادي تكون في العرض وتيتسناو حتى يمكن لهم يقدموه بشكل رسمي، وحيت فيكتور عزيز عليه مايك غادي يخلي ليه السوارت ديال المسرح. اتفق معاه يقدموا العرض بلا ما يقولوها لماكسندرا حيت البوليس اللي عرفوها كانت معاهم غادي يعتقلوها وغادي تحكم بمده طويله. مايك قرر يقدم العرض وبدا كيرسل الدعوه للناس وحتى زيد يرسلات الدعوه لكاع اصدقاء ماماها. وفي هذا الوقت كله ماكسندرا في بيتها وسد عليهم كتابه حيت خسرت كل حاجه، رجعت للصفر وحيت بعيده على مايك اللي بدات كتحبه. ونهار العرض فيكتور وزيدي لبسوا باش يمشوا للمسرح ومشاو عند ماكسندرا لبيتها باش يقولوا ليها الحقيقه ويديوها معاهم. وملي سمعت مايك دار هادشي تعصبات حيت ممكن البوليس ياخذها في اي لحظه، ولكن زيدي طمأناتها باللي هادشي ما غاديش يوقع وفيكتور هو اللي يتحمل مسؤوليه هادشي بوحدو. وتيبان لينا انه بزاف ديال الناس اللي جاوا للعرض بسبب السمعه والشهره ديال المسرح. وملي وصل الوقت الفرقه دخلوا للخشبه والناس كان عاجبهم داكشي وانبهروا بالحركات ديال الرقص اللي قدموا. وفي الفقره الاخيره من المسرحيه مايك قدم عرض مع البطله وكانوا منسجمين وحتى الناس تفاعلوا معاهم وهما كيرقصوا. كان مايك تيتفكر كاع الذكريات ديالو مع ماكسندرا، تيتمنى كون كانت هي اللي كترقص معاه حيت الحلم ديالهم بجوج، وهو قرر يرجع للرقص غير على قبلها وبغاها ولكن هي تخلات على كل شيء بسهوله. وهو دابا كيحقق في الحلم ديالو في اشهر مسرح في لندن، والوقت كله كانت ماكسندرا كتفرج ومتوتره حيت تخلات على مايك في الوقت اللي كان قريب يحقق الحلم ديالو في اول اختبار للحب ديالهم. وملي سال العرض الجمهور كامل كيصفق ليهم وشكروهم على العرض اللي قدموه،
ومايك تلاقى مع ماكسيندرا وقالت ليه باللي خسرات كل شيء وفقدت الثروه ديالها، ما غاديش تقدر تعطيه الفلوس اللي اتفقوا عليها، وهي تخلات عليه حيت خافت من روجر، وهو رد عليها باللي ما هموش الفلوس ديالها حيت هاد العرض غادي يدخل لهم فلوس كثيره اللي تقدر تعاونهم يزيدوا عروض جداد، ولاول مره اعترف ليها بالحب ديالو ومستعد يكمل حياته معها واخا خسرات فلوسها، وهو قرر يرجع يرقص وفرحان بهذا الشيء بسببها، وشكرها حيت عطاته فرصه يقدم هذا العرض في اكبر مسرح في لندن. الفيلم ديالنا تسالى، الا عجبك المحتوى تابونا للقناه وفعل الجرس، وإلا قدرتي كاع دير جيم المجهود ديالي ما غاديش يكون ضعف ابور.